ثم أرحب بكم أيها الحضور الكريم، جزاكم الله خيرا عنا على قبول الدعوة في هذه الظروف الصعبة من الأمطار ومشقة الحركة في مدينة اسطنبول، وما ذلك إلا لاهتمامكم بقضيتكم، قضية الأمة وقضية السودان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على أن نؤديها حقها بإذن الله تعالى. هذه النسخة من المنتدى هي النسخة الثالثة، وهذا المنتدى هو منتدى حديث أنشئ في هذا العام، بداية مطلع هذا العام. هدفنا منه أن نسلط الضوء على ما يجري في بلدنا الحبيب السودان، وبالتأكيد أخوتنا في جميع مؤسسات الإسلامية والعمل العام المتواجدين في تركيا لهم اهتمام خاص بقضية السودان وما يدور في السودان. الفرضية التي تعمل مداخلة هذه بتقديم أسانيدها وتواجدها هي أن ما يجري في السودان اليوم ليست حربا أهلية، إنما هي حرب اشتعلت بسبب مصالح دولية تقاطعت على أرض السودان، وأنها تدار بآليات دولية ويشنها جنود جلبوا من دول عديدة وبمعدات هي الأحدث والأكثر فتكا مما ليس للسودان حيلة. وهذا من الأسباب التي أدت إلى إسقاطه فيما بعد. ملف القبائل العربية هذه الآن يتولاه حفتر، الذي يريد أن يتولى مسألة وحينما هناك طلبت مني واحدة من القبائل العربية السودانية إنه أكون المتحدث، ما كانوا يريدون أن يكون المشهد كله لاستئصال المال. أتكلم نيابة عن القبائل العربية، قلت له لا أصلا لست عربي، أنا نوبي. الحركة الإسلامية في هذه المنطقة وقد أفاضوا في هذا، ولكن المهم أن نربط هذا بما حدث ما يسمى سيف. هو منتدى الخرطوم، هو منتدى دوري ثابت. الهدف منه أن يقوم مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية والبحوث، وهي الجهة التي أنشأت هذا المنتدى، بتنوير الوجود العربي والإسلامي ومؤسسات التركية والفاعلين وصناع القرار في الدولة عما يدور بالسودان. هناك بالطبع روايات يسوقها الإعلام، وهناك روايات أخرى يعني يجب أن يعرفها المجتمع التركي عن حقيقة الأحداث، عما يدور، وعن الأدوار المطلوبة من هذه المؤسسات. الحمد لله هذه الآن هي النسخة الثالثة من هذا المنتدى. هو منتدى يتكرر كل 3 أشهر، يؤمه عدد كبير من المفكرين وصناع القرار والإعلاميين وحتى الشباب. نهدف منه لأن يعكس السودانيون صوتهم للمجتمع التركي وللإخوة المتواجدون هنا. نحن حققنا حقيقة من خلال هذا المنتدى عدد من الأهداف التي تمثلت في دعم إنساني متواصل ظلت تقدمه المؤسسات التركية للسودان وللشعب السوداني بسبب هذه الحرب التي قامت بها ميليشيا الدعم السريع ضد المواطن السوداني وضد كيان الدولة السودانية. نتوقع إن شاء الله أن يستمر هذا الدعم، ونتوقع أن يتحول هذا الدعم من الإطار الإنساني إلى الإطار السياسي والدبلوماسي الذي بالتأكيد سيلعب دورا كبيرا في إنهاء هذه الحرب في مصلحة الشعب السوداني الذي لا يرغب أن تستمر هذه الحرب بالتأكيد، وإنما يرغب في أن يحل السلام وأن تزول هذه الطغمة التي أرادت أن تستولي على القرار السياسي والاقتصادي وعلى المقدرات العسكرية للبلاد. الحمد لله يعني هذا يسير بصورة طيبة في الفهم العام والإطار العام. الآن الناس يعرفون ماذا فعلت ميليشيا الدعم السريع ومن خلفها الدولة الداعمة الإمارات بعد الفظائع التي ارتكبوها ووثقوها بأنفسهم. إن شاء الله يعني نأمل بصورة طيبة أن يكون هناك تفاعل كبير في هذا الإطار. شكرا.